مقياس التدمير العجيب اللي كل ما يزيد درجة بيعمل 10 أضعاف القوة التدميرية. الزلزال عبارة عن حركة للصفائح التكتونية اللي بتكون الأرض، والمقياس بتاعها بيكون بالريختر، وبنعرف منه قوة الزلزال اللي حصل ده وتدميره شكله ايه. وبنبدأ نحس بالزلزال لو قوته كانت من 3 ل 3.9، ولو زاد عن 4 بيكون زلزال ضعيف شوية، لكن لو عدى ل 6 بيكون زلزال قوي. وعلشان نفهم النقطة اللي فاتت دي ركز معايا دلوقتي. المهم ولازم نعرفه عن مقياس ريختر ان كل درجه بيزيدها بيعمل 10 اضعاف القوه التدميريه. يعني لو المقياس بتاعي النهارده 6 ودمر كيلو متر مربع، لو المقياس تاني يوم بقى 7 هيدمر 10 كيلو متر مربع. لكن لو بقى 8 ممكن يدمر حوالي 100 كيلو متر مربع. كل واحد بيزود 10 اضعاف القوه التدميريه. وده طبعا مثال صغير بس عشان تبقى فاهم انا اقصد ايه. وعموما لما الزلزال بيزيد عن السبعة بيكون قوي، ولو زاد عن 8 بيكون زلزال كارثي وبتنهار فيه دول كبيرة جدا. بس يا سيدي احنا كده خلصنا النهارده الجزء اللي كنا عايزين نتكلم عليه بتاع مقياس ريختر، عشان الزلازل بتزيد شويه اليومين دول. متنساش بقى تعرف غيرك وتنشر الفيديو، تعمل شير وسبسكرايب.